حديثنا اليوم عن المهرجانات هو حديث الساعه. كما كتعرفوا كما كتشاهدوا مدينه اكادير يعني كتشهد تنظيم فعاليه مهرجان تيميتار اللي يعني اليوم المواطنين الاكاديريين جايين وحاضرين في هذه المهرجانات هذه على غرار باقي المهرجانات الاخرى اللي تم التنظيم ديالها في الايام القليله الماضيه كمهرجان موازين. هذه المهرجانات انا كمواطن يعني من رايي او من موقعي او من يعني رايي المتواضع كنقول بان هذه المهرجانات ما هي الا مخدر، يعني كيتم بها تخدير الشعب، وكذلك انه ما كيستافد منها حتى حاجه، بل بالعكس كيجي وكيحضر وكيشهد يعني ما يقع في الساحه وما كيدي معاه حتى شي حاجه، ما كيستافد معاه حتى شي حاجه. وكنقول بانه يعني كيتم فقط يعني كيتم كما كتعرفوا مدينه اكادير اليوم كتشهد تنظيم فعاليات مهرجان تيميتار على غرار جميع السنوات. السنه هذه هي الدوره 19، وبالتالي يعني المواطن المقهور اليوم، المواطن المغربي اليوم في غنى عن هذه المهرجانات وفي غنى عن يعني تنظيم هذه المهرجان بهذا الشكل هذا، بحيث انه ما كيستافد حتى حاجه، بل بالعكس يعني كيجي وكيضيع الوقت ديالو. ما هي الا مضيعه للوقت، ما هي الا مخدر من المخدرات اللي كيتم بها يعني تخدير الشعب او المواطن المقهور اليوم. اليوم نحن في حاجه الى التنميه، في حاجه الى يعني هذه الميزانيه اللي كنضيعوها في المهرجانات، في حاجه الى اننا نصوبوا بها المدارس، نبنيو بها المساجد، نشوفوا المستشفيات ديالنا شنو خاصنا فيها من اليات من ادوات اللي غادي تساعد هذا المواطن المقهور، هذا المواطن البسيط. هذا رايي انا كمواطن يعني كنعيش في مدينه اكادير، وكنشوف ان هذه المهرجانات على غرار كذلك المهرجانات الاخرى اللي كيتم التنظيم ديالها في المدن الاخرى او في مختلف ربوع المملكه كموازين كذلك اللي كيتم التنظيم ديالو بهذاك يعني بهذاك الشكل او بهذيك الميزانيه الكبيره اللي كيتم يعني تضييعها هكا بهذه العباره هذه، لانه كيتم تضييع فقط هذه الميزانيه هذه في هذه المهرجانات بلا فائده، بلا فائده، ما كنستافدوا منها حتى حاجه، بل بالعكس يعني كيكونوا خسائر كبرى، كيكونوا مشاكل كثيره كتخلف هذه المهرجانات على غرار المخدرات، على غرار كذلك الكريساج، السرقه يعني بهذه الطريقه نيت، كذلك الاغتصابات بالجمله، ايضا اختناق السير والجولان في المدينه. يعني كاينين يعني ايجابيات لهذه المهرجانات، انه يعني كتنتعش السياحه، كتنتعش مثلا التجاره عند بعض ارباب المقاهي وارباب المحلات التجاريه، ولكن كاينين سلبيات كثيره وكثيره جدا. يعني كان هنا من هذا الموقع هذا ولا من هذا المنبر كندعي يعني ننادي او نطلب من الجهات المسؤوله انها يعني انها تعيد النظر في هذه المهرجانات اللي كيتم التنظيم ديالها بهذا الشكل هذا وبهذه الميزانيات اللي هي كبيره وكبيره جدا.